كاتب التاريخ، اكتب على مسؤوليتي رونالدو هو التاريخ. 3-0 مش ممكن. ليس لديه مهارات ميسي، ليس له مراوغات ليو، ليس له فنيات الرهيب الارجنتيني، ولكن ارقامه دا بومبر. ما دفعش البرتغالي، ما يرحمش البرتغالي. هذا روح الاصرار، ريح العزيمه، روح الرجوليه، روح الخدمه، روح اللياقه البدنيه. في 31 عام وما زالت تضرب يا رونالدو، اضرب صح عليك. يستحق حديث طويل. رونالدو كنا يعني نصف رونالدو البرازيلي بانه ظاهره، وهو اكيد ظاهره. بيليه ومارادونا كلام كبير جدا. ميسي لا غبار في انه نجم استثنائي وتاريخي، لكن ايضا كريستيانو رونالدو وضع اسمه مع هؤلاء يعني بدون شك. طبعا ما فعله يعني بالمقارنه بين مهاجمي ريال مدريد، رغم ان بنزيما لاعب مباراه كبيره، بنزيما صوب يمكن 4 كرات على المرمى وفي فرص مباشره لم يسجل. رونالدو 3 كرات 3 اهداف. هل اين عنصر الحظ هنا بالله؟ حظ؟ لا، ما فيش حظ، دي مهاره وشغل. هو بيشتغل على نفسه كويس جدا، وزي ما قلت هو بيقول انا خسست نفسي 3 كيلو جرام من 82 ل 79. شوفوا مع انه اسمه رونالدو، انما بيضحي عشان يفضل في مستوى التألق. ما زال مركز طبعا، عنده حافز ورغبه في كل الاوقات، وشغفه هو واحتفاله بالاهداف ما اتغيرش من اول هدف لحتى الهدف حتى الان. وده يدل على موهبه كبيره، شغل خارج الملعب كبير، وايضا دور زيدان عشان لا نبخس دور زيدان في عمليه زيدان، وربما الفريق الذي مع رونالدو ايضا يعني صحيح في طريقه اقناعه ان هو يريح في بعض المباريات. محطم ارقام قياسيه. هو ايضا محطم ارقام قياسيه، وتحس ان المناسبات الكبيره بتستفزه بالضبط، وهو حاضر في كل الكرات. النهارده شاط حوالي، سدد 3-4 كرات، 3 اهداف. ده قيمه رونالدو. اي نعم في المجمل الفتره الاخيره بالنسبه له كان الحاله البدنيه ما كانش زي الاول، انما النهارده ده اكثر تركيزا امام المرمى. اللاعبين اللي حتى اللي حواليه سواء فاسكيز لما نزل او اسانسيو لما نزل مفيدين بالنسبه له. حتى اسكو لما بيلعب وراه مركز طول الوقت. هذه ارقامه في مباراه اليوم، مركز طول الوقت. 3 تسديدات على المرمى، 3 اهداف. 100%. هذه نسبة من النادر ان تجدها عند لاعب عندما نتحدث عن اكثر من هدف. واظن ابو خالد ما كنتش دقيق، اخر 10 تسديدات بالنسبه له ب6 اهداف. نعم، على المرمى. نعم، في خلال مباراه البايرن ومباراه اتلتيكو مدريد. ده قيمه كبيره بالنسبه له. وتحس النهارده ربع نهائي ونصف نهائي دوري ابطال اوروبا امام بايرن ميونخ واتلتيكو مدريد، اقوى فرقتين، تعمل حتى 8 اهداف، لانه في ذهاب البايرن سجل هدفين ايضا. سجل 8 اهداف. 8 اهداف في اخر 3 مباريات في دوري الابطال مع 2 من عمالقه اوروبا. لافضل فرق في اوروبا. صعب صراحه تدويره زيدان للفريق وخصوصا كريستيانو رونالدو. التعامل معه، شوفوا كريستيانو رونالدو اليوم من افضل المهاجمين في الشامبيونز ليج، ولاعب يسجل 8 اهداف. انا ما شاهدتش لاعب يسجل 8 اهداف في 3 مباريات في الدور الربع النهائي لبايرن والدور النصف النهائي لاتلتيكو مدريد. اللي هو يعتبر من افضل دفاعات في اوروبا. ولهذا توضح لنا ان قيمه اللاعب هذا اولا، ثم قيمه الفريق. لا ننسى اليوم قدم مباراه كبيره ريال مدريد. يعني صعب انه فريق الدور نصف النهائي ضد اتلتيكو يلعب بالطريقه هذه. لان ما شاهدناش اتلتيكو، ما شاهدناش، لان الريال كان قوي اليوم.